مستعجلين وعاوزين تعملوا حاجة سريعة لفطار رمضان أو حتى للغداء أو العشاء، وتنفع كمان للسحور. سهلة بسيطة، وغير كده طعمها خطير بجد. لو جربتيها مرة إن شاء الله هتعمليها تاني. الأسبوع مش هيعدي إلا وانتي عاملاها تاني من كتر حلاوتها. خلينا نشوف العظمة دي. أول حاجة هنجيب طاسة وهنحط فيها كمية زيت مش كتيرة قوي ومش قليلة قوي. هننزل فيها ببطاطسيتين تلاتة حسب الكمية اللي هتعمليها. البطاطسيتين ينفع بقى عندك البطاطس الصغيرة خالص، دي بتبقى حلوة جدا جدا في الطاسات أو في الوصفة دي. بس ان انا اديها لون عشان هحطها في الصينية في الطاسة اللي هعملها متبقاش بتخرط وتبقى مستوية. وبعدين هشيل البطاطس وهبدأ ان انا انزل بالسجق. اي كمية سجق متوفرة عندك هتقدري تعملي بيها الطاسة دي. الطاسة دي اصلا مش مكلفة لان فيها حاجات كتيرة جدا وبتفرد كمية معاكي. اول ما السجق ياخد لون هبدأ ان انا اشيله من الطاسة دي، وهبدأ بقى ان انا اجيب طاسة كبيرة عشان اعمل فيها. هنزل بزبدة، معلقتين من الزبدة وعليهم معلقتين من الزيت. لازم زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. واول ما الزبدة تبدأ ان هي تسيح هنزل عليها دول 3 بصلات وسط. 3 بصلات وسط مقطعاهم بالشكل ده. وهبدأ أقلب في البصل لحد ما البصل يبدأ ان هو يطلع ريحة، يعني ريحته تطلع. مش هحمر، هو بس يدبل وريحته تطلع. هنزل عليهم برضو 5 وحدات من الفلفل متقطعين شرايح بالطريقة دي. هبدأ ان انا اقلب برضو لحد ما ريحة الفلفل ان هي تبدأ ان هي تظهر. هبدأ بقى ان انا انزل بفصين سوري 5 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. اول ما ريحة الثوم تطلع، مش عايزاه يحمر يا جماعة عشان مفيش حاجة تمرر معايا في الطاسة. هنزل ب3 طماطميات كبار متقطعين قطع صغيرة بالطريقة دي. وبعدين هاجي بقى ان انا افصل الطاسة عشان انزل بالصلصة. دول معلقتين كبار من الصلصة او كيسين من الصلصة. هبدأ ان انا افضل اقلب فيها لحد ما تنشف والسوائل اللي فيها دي كلها كده تختفي. هدمج بقى الاتنين مع بعض وهقلب بالطريقة دي. نفضل بقى نقلب شايفين الالوان والتمازج وكل حاجة قمر ازاي. بعدين هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون وبس. مش هحط توابل كتير لان السجق متبهر، وغير كده السجق مملح، فاخلي بالي من كده. السجق من الحاجات فعليا اللي مش بتحتاج توابل ولا بهارات كتيرة خالص. وبعدين هحط 2 فنجان من المية. مش هحط اكتر من كده، سوري معلش، ده المرة دي هحط فنجان واحد بس من المية. بعدين هنغطي عليها واسيبها لحد ما تبدأ ان هي الى حد ما زي ما نقول تتسبك. اول ما اوصل للمرحلة دي هبدأ بقى ان انا انزل البطاطس معايا الاول. ممكن تكتري كمية البطاطس. وبعدين هنزل بالسجق. كده الطاسة بتاعتي خلصت. اديها بقى تقليبتين كده تقليبة، وبعدين هنزل عليها ب2. هنا بقى المرة دي هنزل ب2 فنجان من المية. وبعدين هسيبهم مع بعض لحد ما المية ان هي تبدأ تستوي بقى، يعني كله يستوي مع بعض ويندمج كده. وبعدين هفتح عليها. لما اوصل للمرحلة دي ممكن تتاكل كده، ممكن تاكليها كده عادي مفيش اي مشكلة. بس انا بقى ايه، لازم احط التاتش بتاعي. هزود عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا في الطاسة. خطوة الجبنة دي اختيارية يا جماعة، مش أساسي. وبعدين هغطي عليها 5 دقايق على نار متوسطة عشان مش فيش حاجة تلزق أو تتحرق. وبعدين هاجي أفتح عليها وبس. الوصفة خلصت. قدميها بقى مع عيش بلدي. بس الوصفة خلصت، أتمنى تجربوها. وما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات. سلام.